السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026. هنتكلم النهارده عن شويه حاجات: مواد من غير الطفل في المجموع، تاني حاجه المناعه والبيولوجيا الجزئيه، تالت حاجه المراجعات اللي هي معموله دلوقتي سواء مراجعه مستر محمد عبد المعبود او مستر محمد صلاح. اول حاجه اديله التربيه الوطنيه قبل الامتحان بتاعهم عادي، يدين مستر محمد صلاح بيعمل له مراجعه فهتسمعها عادي ليله الامتحان، وبتبقى حاجات يعني لو اي حد المفروض تبقى عارف حاجات منها، غير بقى الآية مثلا لو انت مش حافظها وكده، وبتيجي أكمل وبتبقى ايه الحوار كويس جدا. كدين وتربية وطنية برضو بتبقى فيها أرقام، فيها حاجات حفظ، في إيه قنوات بتنزل عليها مراجعة بتبقى ساعتين تلاتة قبل الامتحان، برضو ليلة الامتحان بتذاكرها وكان الله بالسر عليم، وهتخش تمتحن الاتنين وخلاص. وده التربية الوطنية والدين. المشكلة عندنا في الفرنساوي. الفرنساوي لغة تانية، فهي لغة يعني فيها قواعد وجرامر وحاجات من دي. لو انت في اولى وتانية مذاكرها هتساعد عليك جامد في الفرنساوي، سواء انت بقى كنت بتحل اللي هو القطع ويجي عليها اسئله والكلام من ده، عارف الجرامر بتاع الفرنساوي ماشي. لو انت بقى اولى وتانية ابيض في الفرنساوي، هتحاول تدخل الفرنساوي معاك يعني كل اسبوع مثلا فيديو في قناه هسيبها لك، ميسيو انس تقريبا والارشيدوك، في اتنين هظهر لك دلوقتي البلاي ليست بتاعتهم. آه، فيديوهات مراجعة تالتة، كان يقصد دوك مراجعة تالتة ثانوي، وبتاع أنا ميسيو أنس دي بيشرح تالتة ثانوي كلها. تمام تمام. الموضوع بقى اللي هنتكلم فيه النهاردة المناعة والبيولوجيا الجزئية. المناعة مقسومة لاتنين: مناعة في النبات ومناعة في الإنسان. المناعة في النبات ليها علاقة سنة بسيطة بالنبات اللي فات، سواء بتاع الهرمونات سواء بتاع الحركة والكلام من ده، حاجة بسيطة. المشكلة عندنا في المناعة في الإنسان. المناعة في الإنسان لو عشان تذاكرها صح لازم كل حاجة تاخدها ترجع اللي قبلها. يعني انت بدأت مناعة في الإنسان، لما تيجي تذاكر الجزء اللي انت واخده جيبه من الأول كله. يعني انت مثلا ذاكرت أول درس واخدت تاني درس، لما تيجي تذاكر تاني درس هات الأول والتاني، لو الدرس قسم على اتنين ذاكرت النص التاني هات الدرس كله مع بعضه. يعني المناعة كل ما تيجي تذاكرها هات اللي قبله كله علشان بيبقوا مربطين مع بعض. ده في المناعة. البيولوجيا الجزئية. البيولوجيا الجزئية حاول يعني تجيب آه، فيديوهات على النت اللي هي بتبقى اكنها كرتون وكده، بتبقى اجنبيه، شغل الترجمه اللي هو ازاي كل حاجه بتشتغل، الدي ان ايه والار ان ايه والتي ار ان ايه والار ار ان ايه والكلام ده، كل حاجه بيتكون فين وبيشتغل فين والكلام من ده. عارف فيديوهات، يعني فيديوهات بتبقى دقيقتين تلاتة لكل حاجه، انت فهمها بتثبت الحاجه معاك. انا كنت بعمل كده؟ لا، انا يعني ايه، كنت حاسس اللي هو دي كانت تنفع علشان لما دخلت الكليه يعني المناعه والبيولوجيا الجزئيه هما يعتبر هتاخدهم في محاضرتين: محاضره مناعه ومحاضره دي ان ايه وار ان ايه، هما دول بتوع تالتة ثانوي كلهم. فكانت حاجات هتسهل عليك. دلوقتي الجوهري ومحمد ايمن واحمد رضوان، لو انت عايز شرح كويس وسريع، يعني مثلا هتبقى 4 ساعات أو 4 ساعات خفيف بالنسبة للمناعة والدي ان ايه والار ان ايه، طبعا هيبقى دكتور احمد الجاري او محمد ايمن. دكتور احمد رضوان الشرح بتاعه طويل، ممكن تخش على 8 ساعات 7 ساعات. انت معاك الاختيار في الوقت. امال كحل فهو انت عشان تتعامل مع الاسئله صح دكتور احمد رضوان، عشان تتعامل صح مع الاسئله. فهو المشكله هنا مشكله الوقت. عايز تعمل الحل تسمع ده وتشترك مع مثلا دكتور احمد رضوان في بتاع اللي هي الاسئله عصير الكتب والكلام من ده، بتبقى مثلا بتبقى بيحل 700 و 700 سؤال 300 سؤال الحاجات دي، بس بيعلمك ازاي تحل اسئله صح. هو ده اللي كنت عايز اقوله. الحاجات اللي هي فاتت برضه مراجعه مستر محمد عبد المعبود، مراجعه مستر محمد صلاح اللي هي 1 و4. الاتنين لو انت متمكن شوية في الفيزياء، لو انت حاسس نفسك انت ايه تمام في الفيزياء شوية، هو بيبقى عامل لك على كل فصل ساعتين، اسمهم يا عم الساعتين على 2 اكس، يبقى كل فصل ساعة. والحل ادام انت يعني حلو في الفيزياء، المفروض دلوقتي الفصل الاول يعني لما تحل 60 سؤال تخلصهم في ساعة، يعني السؤال ما ياخدش دقيقة، علشان في اخر السنة والله الحل الكتير بيخليك امتحان اخر السنة تخلص امتحان الفيزياء مثلا في ساعة ساعة ونص بالكتير. امتحان الفيزياء ده بتاعنا كنت مخلصه دايما في ساعة ل10. هو الحمد لله يعني ده كان من عند ربنا، مش شطارة منه ولا الكلام من ده. ممكن كان يجيب لك أسئلة أنت ما حلتهاش قبل كده ولا أنت شفتها،
وفايده حل كتير، اللي انت ممكن يجيلك اسئله انت شايفها فانت عارف الفكره، مش محتاج انت تفكر فيها. ما تجيش تقول لي انت مبصمج يا عم، ما هو يعني انا بحل علشان، طبعا انا بحل عشان يجيلي افكار زي اللي انا بحلها، مش بحل علشان اشوف إيه اللي هو انا بفرض عضلاتي والكلام من ده. لا، انا عايز اخر السنه يجيلي من الاسئله اللي انا حللها، يعني لولا كده ما كنتش احل، ما انا كنت بذاكر وخلاص. ولا يميزك ايه عن واحد تاني سمع المحاضرات وسمع شرحها؟ ما انت وهو بتسمعوا نفس الحاجه. يعني مثلا شوف مستر محمد عبد المعبود، مستر محمود مجدي، اي ماده عامه كام واحد مشترك؟ هتلاقي مثلا 20 30 40 الف. ايه اللي هيميزك عن 20 30 الف؟ اللي هو انت الحل، هي الحاجه الوحيده المختلفه عنهم. هتلاقي كله معاك الكتاب بتاعهم. انت بقى يميزك ان انت مثلا زودت حاجه، زودت كتاب الحل، وانت ذات نفسك اللي انت اما بتغلط بتشوف انت غلطان في ايه، مش اللي هو انت غلطت خلاص. هو ده اللي هيميزك عن التانيين كلهم، ما هو كله بيشترك. يعني مثلا حوار اللي هو اللي بيعملوه المدرسين بعد ثالثه ثانوي بعد النتيجه، يقول لك ده الاول عندي والاول مش عندي والكلام من ده. يعني شايف حوار فكسان. ما انت كان معاك معاك غيره 20 30 الف واحد، وكانوا بيسمعوك انت مش بيسمعوا حد تاني. وانت بتعرف برضه مين اللي بيسمعه الكلام من ده، اللي هو من بتاعة القناة. وممكن تخش كمان عند الأول ده تلاقي الدرجات بتاعته في الامتحانات بتاعة الشهر سواء امتحانات الحصص كلها مثلا 93 90 93 90، اللي هو مش بيقفل كله. ما هو فاهم. بس حاجات تانية كان بيعملها هي ميزاته عن التانيين. بس وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.